السلام عليكم البنات والميمات العائله والفاميله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم غديوتي سهله واقتصاديه بدون زيت نباتيه، كتجي اقتصاديه وبدون لحوم. كما كتشوفوا غادي نشارك معكم بطاطا في الفرن، الرز بالخضره والزعلوك كما كتشوفوا، وسلطه بالفواكه والجزر. كتجي لذيذه وزوينه بزاف. الا عجبكم الفيديو خليوا لي واحد لايك واشتركوا في القناه الا كنتم ما مشتركينش، مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وكيفيه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. جبت هنا واحد كسرونه ولا كاميله اللي بغيتو، درت فيها واحد الرويز ديال البصله صغير، واحد الفليفله صغيره خضراء وحمراء، درت شويه ديال الزيت، واحد ماطيش ونص حتى الجات اللي بغيتو على حسب الكميه اللي بغيتو ديروا ديال الروز. درت شويه ديال الزيت البلدي، وعندي هنا شويه ديال الملح، والملحه كتبقى على حسب الذوق. وراني شعلت البوطه كما كتشوفوا باش نخلي ديك البسطه والفلفله ومارشه تشحر لينا مزيان. درت هنا شويه ديال الكركم او خرقوم. عندي هنا تحميره، والعطريه كنديروا غير شويه شويه، ما كنكثروش. سوى التحميره اللي كنكثر واحد شويه. غادي نضيف هنا واحد شويه ديال البزار، اللي مبغاش يدير البزار يدير شويه الهريسه، شويه ديال السكينجبير غير شويه كما كتشوفوا، غير راس معلقه صغيره. وغادي نخلي هاد البصله ومطيشه كما كتشوفوا تتشحرات مزيان. عندنا واحد الزلافه ديال الروز نسال الطير كما كتشوفوا، غسلته مزيان باش تحيد منه داك النشا، وغادي نخليه حتى هو حتى يتقلى لينا مع هاد البصله والفلفله ومطيشه كما كتشوفوا. بعد ما تقلى غادي نضيف واحد جوج زليف، واحد شويه ديال الماء. كل زلافه نضيفوا معاها جوج زليف ديال الماء كما كتشوفوا. ضفت جوج زليف وغادي نزيد واحد شويه، وغادي نخلي الروز ديالي يطيب. غادي ندوز نحضر بطاطا. درت هنا واحد الكسرونه ديال الماء درتها فوق البوطه، وعندي هنا البطاطا الصغيره. تقدروا تستعملوا اي بطاطا بغيتو. انا هنا هاد البطاطا غادي نستعملها بجلوفها، راه كتجي لذيذه ما تقنعوش منها. بطاطا صغيره كنقسمها على 4 كما كتشوفوا. اللي ما عندوش بطاطا صغيره يدير غير بطاطا عاديه ويقشرها ولا يخليها حتى هي بجلوفها، راه كتجي لذيذه ما تقنعوش منها، غير جربوها. صافي غنديرها حتى هي تسلق قدامي. والروز راه مره كنحركو باش ما يلصقش ليا من التحت. نخلي البطاطا حتى هي كتسلق، ديروا معاها واحد شويه ديال الملحه. هنا دزت ثاني نشوي هكا شويه ديال الدنجال، جوج دنجالات، فلفله خضراء فلفله حمراء غادي نشويهم حتى هما. وغادي ندوزو نشوفوا الروز فين وصلنا معاه. كنبقى نحرك فيه كما كتشوفوا مره حتى كيشرب لينا داك الماء ديالو كما كتشوفوا. انا هنا راني صورت بصعوبه داك الدخان ما خلانيش نصور. هنا من بعد ما طاب لينا الروز راني طفيت عليه. نتوما شوفوا معايا كيفاش كيجي، راه تيجي لذيذ بزاف ما تقنعوش منه. وهذيك الفلفله والبصله راه ما كيجيوش باينين كاع. نتوما شوفوا معايا راه كيجي لذيذ ما تقنعوش منه. اللي بغى يزيد معاه شي شويه ديال اللحم باش يبان اكثر يزيد. هانتوما هنا راني درت هذيك الشيء اللي شويت الدنجال والفلفله درتو في ميكا باش يعرق عليه. هنا بطاطا من بعد ما سلقتها غير نص سلقه، درت هنا واحد شويه ديال الكمون، شويه ديال الفلفله مخلطه عندي، درت شويه ديال الزعتر، درت شويه ديال الملحه. راني ما كثرتش الملحه في الاول بزاف، حتى واحد شويه، وشويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره. دائما التوابل كتبقى على حسب الرغبه. اللي بغيتو نتوما ديروه، بغيتو ديروا عا شويه ديال الملحه والابزار وزويته ديروه. درت هنا واحد شويه ديال زيت البلدي كما كتشوفوا، وغادي ندخلها الفران حتى كتحمر ونوريها لكم ان شاء الله. هنا دزت نحضر الزعلوك. هنا درت واحد المقله درت فيها شويه ديال زيت البلدي، واحد جوج صوص ديال الثومه، حكيت هنا واحد جوج مطيشات كما كتشوفوا. وغادي نخليها هنا حتى كتشحر لينا هاد المطيشه مزيان. غادي نضيفوا هنا شويه ديال التوابل، غير شويه من الحاجه ما كنكثروش. الملح اللي كتبقى على حسب الذوق. غادي نضيف شويه ديال السكينجبير وشويه ديال التحميره. دائما التحميره انا تنكثر شويه ديال الخرقوم وشويه ديال الابزار. تقدروا ديروا الهريسه ولا مزيودات ديال الحار. غادي نخلي هاد المطيشه حتى كتشحر ليا مزيان. هانتوما من بعد ما تشحرات وقشرت داك الدنجال والفلفله وما تغسلوهمش، حاولوا تقشروهم وما تغسلوهمش باش تبقى ديك الريحه ديال الشوا ديالهم تجي واحد اللمطه زوينه. صافي كنقردها كما كتشوفوا. انا كنحرك والبوطه دائما تبقى عافيه مهيله
البوطه خليوها مهيله باش الزعلو كيتجمر ويجيكم زوين ولذيذ. ما تجهدوش عليه باش ما يلصقش لكم من التحت وما يطيبش. نفس الطريقه ني درت مع الفلفله، هي قشرتها وما غسلتهاش كما كتشوفوا، وكنقطعها وكنديرها مع مطيشه وكنخليها طيب مزيان كما كتشوفوا. وانا كنحرك، ضروري نبقاو نحركوا مره باش ما تلصقش لينا في المقله. هنا من بعد ما طاب ونشف كما كتشوفوا غادي نضيف واحد شويه ديال زيت البلدي. في الاول راني ما كثرتش بزاف، درت واحد شويه، وغادي ندير شويه ديال الكمون، وغادي ندير حتى شويه ديال القزبر ومعدنوس حتى الاخر، حتى تنبغي نطفي وتندير القزبر ومعدنوس والزيت البلدي والكمون. هنا درت الربيع وطفيت البوطه، وغادي ندوزو نحضروا واحد السلطه اللي كتجي لذيذه وزوينه بزاف. غادي نحتاج هنا التفاح اللي خليته بالجلفه ديالو وقطعتها، درت عليه واحد 2 معالق حتى 3 ديال الحامض مركز ديال الحامض ولا عصرو الليمون باش ما يكحلش لي التفاح. غادي نقشر التفاح كما كتشوفوا، ودرت البنان، وعندي واحد الجزر درت وانا هنا في هاد الطحانه هذه وهرمشته بحال درت قطع صغيورين نتوما غتشوفوا معايا. ودرت هنا خيزو او جزر حكيته في الحكاكه رقيقه، وغادي نزيدو على هاد السلطه. هانتوما شوفوا معايا كيفاش كتجي زوينه ولذيذه. هذه كتساعدك بزاف بلا ما تبقاي تشلي هكا. الاحسن نديرو في هاد الطحانه هذه كتخرج لنا كلشي رقيق وزوين. غادي نزيد هنا الجزر، وغادي ندير شويه ديال السنيده، والسنيده دائما تتبقى على حسب الذوق. نتلاقاو ان شاء الله في شكل نهائي. يكون هذا هو الشكل النهائي ديال الغديوه ديالتنا. كيفاش جات بطاطا، جات مقرمشه وهشيشه من الداخل، كتجي لذيذه بالقشور ديالها، تجي زوينه بزاف. الرز كذلك جا زوين ولذيذ. الفلفله والبصل راه ما كتبانش في الروز، تيجي لذيذ بزاف. السلطه حتى هي كتجي لذيذه وما كيبانش فيها داك الجزر، تتجي فنه. كنتمنى يعجبوكم الاقتراحات اللي حضرت معاكم اليوم وكيجيو لذاذين. وكيف العاده الا عجبكم الفيديو خليو لي واحد لايك واشتركوا في القناه الا كنتم مشتركينش، مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم، تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.